وصفة الايس كريم الشوكولا راح نعملها ببسكوت الاوريو والشوكولا الحبيبات. طبعا اذا ما كان هالبسكوت متوفر ممكن اي نوع بسكوت بتحبوه ممكن تضيفوه للوصفة. في البداية احتاج وعاء، راح اضيف كيلو حليب او لتر على البارد. طبعا عندي 4 ملاعق كبار حليب بودرة بيطلعوا 40 جرام، ملعقتين كمان نفس الحجم كبار كوكو كاكاو البودرة، تكون نوعية الكاكاو منيحة بتعطي كمان طعمة كتير طيبة، بيطلع وزنها 15 جرام. نخلطهم مع بعض. طبعا هذا التخليط كله على البارد، بس بمجرد اخلط المكونات راح ناخذها على النار ونستمر بتحريكها لحتى ما تسبك وتطلع معاي سميكة. عندي هون 4 ملاعق كبار من السكر بيطلعوا 73 جرام، ملعقتين دقيق الذرة، النشا، المايزينا، الكورن فلاور 20 جرام. طبعا ممكن نزيد الكمية في حال كان الخليط كان معنا خفيف. مع شوية حليب نخلطهم نضيفهم على المكونات. ننتبه ما نضيفه على الكميات، وطبعا هلا راح بعد ما نخلص هلا نخلط راح احطه على النار. في حال انه ما طلعت السماكة المطلوبة ممكن شوية حليب وتضيفوا له ملعقة كبيرة من النشا لحتى تسمك معانا شوي. احنا هون ما راح نستخدم المكنة الايس كريم، راح نشتغل بدون مكنة. هلا حطيتها في الوعاء طبعا بتحريك مستمر، مش ضروري يعلي النار، على النار هادية وسط يعني ما في مشكلة، مع تحريك باستمرار. هلا هيك تقريبا صارت عندي جاهزة. بعد تقريبا اقل من 10 دقائق سمكت معاي، راح اشيلها من على النار. شايفين السمكة؟ هلا بعد ما شلتها من على النار راح ارجعها فيها. طبعا كل شوي بحرك فيها لحتى ما تبرد تماما، لازم تكون تبرد تماما. ممكن اللي يحب بعد ما يبردها تصير باردة يحطها بكيس هذا اللي له التسكيرة من فوق، او بتخلوها بالوعاء وتسكروها كتير منيح ببلاستيك. انا لما راح اضيف وهي سخنة ما راح اضيف البسكوت ولا الشوكولا، راح اخليها بس تبرد. ممكن احطها بالبراد، كل شوي راح احرك فيها لحتى ما يطلع البخار منها. خليكم معنا نرجع لكم لحتى تبرد. هلا بعد ما بردت تماما شايفين قوامها؟ طبعا كل شوي بحرك فيها عشان ما يضل فيها بخار تبرد. هلا اذا كانت سخنه وحطيتوها بالكيس راح تصير مثل قطع الثلج. لما ناكل الايس كريم بيطلع مثل قطع الثلج فيها، فعشان هالتحريك والتبريد ضروري كتير. عندي هالكياس البلاستيكيه لها تسكيره من هون، او ممكن اكياس عاديه بس تكون حجمها كبير عشان احط الايس كريم الخليط هون. راح اسكرهم، راح احطها بالفريزر بالوضعيه هي ممكن 4-5 ساعات لحتى تبرد، بس انا هلا ما في وقت، راح اخليها لتاني يوم. راح احطها بالكيس وادخلها بالفريزر ونرجع لها لتاني يوم. شايفين اخواني؟ هلا هيك حطيتها بالكيس، سكرت من هون. لو مثل ما ذكرت ممكن كيس عادي بتسكروه، خليت مده على التمديده هاي تكون رقيقه. طبعا هالسماكه هاي 3-4 ساعات ممكن تكون مجمده. راح ندخلها الفريزر وبس تجهز نرجع لكم. خليكم معنا اخواني. شايفين هلا بعد ما طلعناها من الفريزر جامده. بدنا ننوع على شغله. لما سكرتها انا بالكيس البلاستيك ما خليت فراغات هواء فيها. فراغات الهواء بتصير مثل ثلج فيها، فانا احاول ما بدي يكون فيها ثلج. ممكن احيانا نطول بمدة الفيديو، بس اللي يفضل الشرح لانه هاي قناة تعليم، مش انه والله ترفيه. ممكن 5 دقائق او شيء. شايفين الطراوة؟ فيفضل في اشياء نفضل نشرحها عشان لما نيجي نطبق الوصفة تنجح معانا وتطلع نفس اللي عم نشتغلها احنا. هلا راح اشيلها من الكيس البلاستيك واحطها بالوعاء هذا. هلا بعد ما طلعتها راح اندقها. عندي شيء معدني راح ادقها هيك لحتى ترجع قوامها طراوة الايس كريم.
شايفين اخواني كيف صار قوامه؟ بخلطها شوي. هلا راح ارجع اضيف الشوكولا الحب. طبعا كمية الشوكولا مثل ما ذكرنا على حسب ما انتم بتحبوا ضيفوا، ما في مشكلة. هاي الشوكولا. نضيف البسكوت الاوريو. اخواني هلا هيك بعد ما خلطتها راح ارجع الفريزر شغلة نص ساعة ممكن ساعة على حسب برودة الفريزر. ممكن احطها في علبة بلاستيكية واسكر عليها وارجع احطها بالفريزر. انا راح اشيلها من الوعاء هذا. هون هاي بعد ما بردت طالعتها، حطيت تبع الايس كريم سكوب مي سخنة عشان طالعة. شايفين بهالطريقة هاي دغري، لانه كانت مي سخنة دغري بتطلع معانا. طريقة ولا اسهل، المكونات كتير كتير بسيطة. طبعا الشوكولا مثل ما ذكرت اذا ما كان في شوكولا حب ممكن الشوكولا العادية نقطعها بالسكين تكون قطع صغيرة، بس انا فضلت انه هيك حبيبات الشوكولا لما ناكلها نحس بالحبيبات مع الشوكولا والبسكوت. هاي شكلها بعد ما سكبناها. نطبق الوصفة بحذافيرها. هيك كانت وصفتنا اليوم. نلتقيكم بوصفات جديدة. شكرا للمتابعة ونهاركم سعيد.